السلام عليكم. من لما تشكلت الحكومة بشهر 3 من شهرين تقريبا تم دمج وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة ووزارة الصناعة بوزارة واحدة، صار اسمها وزارة الصناعة والاقتصاد. يعني كان في عندنا وزارة صناعة، وكان في عندنا وزارة تجارة خارجية، ووزارة تجارة داخلية وحماية المستهلك، وكان عندنا وزارة صناعة، دمجهم كلهن بوزارة الاقتصاد والصناعة. الكلام برسم هاي الوزارة كونه ما ظلش عندنا وزارة تموين وحماية مستهلك، ربطة الخبز من لما سقط النظام من حوالي 5 شهور 6 شهور لليوم ما رخصت، وبالعكس عم تغلى أحيانا. فلذلك النظر والرأفة بحال المواطن السوري يلي ما معه حق الخبزات. القصد الخبز يجب دعمه من جديد كي يتمكن المواطن من العيش، فالخبز هو المادة الأساسية في غذاء المواطن. رفع الدعم عن هذه المادة يعتبر كارثة بالنسبة للمواطن السوري، وخاصة في هذه الظروف العصيبة من الغلاء. فالكلام برسم هذه الوزارة برئاسة الدكتور محمد نضال شعار لهذه المسألة التي تحتاج إلى علاج سريع وعاجل. السلام عليكم.